أنا جاي النهارده أتكلم عن حاجة نادرًا لو لقيت حد اتكلم عنها، الحاجة دي هي الأنثى المتحرشة. طيب ليه ما فيش حد بيتكلم عنها؟ لإن إحنا دايمًا متعودين نشوف التحرش بشكل واحد بس، ألا وهو في راجل بيعتدي على أنثى أو على طفل، أي حاجة غير كده ما بنشوفهاش تحرش، ممكن نشوفها هزار، إن واحدة بتهزر مع صاحبتها، واحدة بتهزر مع طفل إلى آخره. طيب الأنثى المتحرشة إزاي بتمارس السلوك ده؟ مبدئيًا هي ما بتمارسهوش بشكل صريح على الذكور زي ما عندنا التصور بتاع الذكر اللي بيعتدي على الأنثى. هي بتمارسه ممكن على البنات اللي زيها، وبيظهر في شكل كذا حاجة، أول حاجة لمسات غير مريحة، تلميحات، كلام وأسئلة جنسية كتير جدًا، وأحيانًا الأنثى دي بتحاول تضغط على الأنثى التانية إن هي تقبل حاجات هي مش قابلاها. تاني حاجة الأنثى اللي بتتحرش بالأطفال، وده بيبقى من خلال لمس ليهم أو لعب على جسمهم أو كلام أكبر من سنهم، وهنا الطفل غالبًا مش بيعرف يشرح بس بيحس إنه خايف، بيحس إنه قلقان. تالت حاجة من أنماط التحرش عند الأنثى المتحرشة هو التحرش بالذكر البالغ، وده بيبقى من خلال نمطين، النمط الأول هو الإغراء والتلميحات الجنسية للراجل، تاني حاجة التحرُّش المباشر، والنمط التاني ده الأنثى ما بتعملهوش إلا بعض النساء المضطربة، لإن أصلًا سلوك التحرُّش عند الست غير عند الراجل، سلوك التحرُّش عند الراجل بيبقى جاي من شعور بالنقص، بقلة القيمة، إلى آخره، إن هو مش مؤثِّر، إن هو عايز يحس بالسيطرة، إنما التحرُّش عند الأنثى بيبقى جاي من شعور قلق، من شعور فقدان أمان، إلى آخره. طيب إيه الحل في الموضوع ده؟ ومثلًا واحدة شاكة في صاحبتها، واحدة مش عارفة الست دي بتعمل كده ليه مع أطفالها إلى آخره. في قاعدة بسيطة كده عايزين نتفق عليها ألا وهي الحدود. أي حاجة تقتحم أي حاجة فيها تعدي، أي حاجة فيها عدم رضا هي تعتبر تحرُّش، لأن التحرُّش هو تعدي، هو اقتحام. التحرُّش هنا مش مرتبط بالجنس بس، هو أي تعدي عامةً هو أي اقتحام للحدود. وده ملخص كلامنا عن الأنثى المتحرشة اللي ما حدش بيتكلم عنها وعن أنماط التحرُّش بتاعتها.